السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الأعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم قبل ما نبداو الفيديو بغيت نقول لكم غير واحد إشارة لهاد الكيك اللي غنصاوبو اليوم. هو كيك ديال التفاح، ولكن هاد الكيك ديال التفاح معروفين به. هو من الطبخ الفرنسي او لا باتيسري فرونسيز، معروفين بيه وتيقولوا عليه على هاد النوع وانواع كثيره ديال هاد لا باتيسري ديالهم تيقولوا عليها مثلا شي وصفه ديال الجدات. بحال دابا هاد الكيك اللي غنصاوبوا لكم اليوم ديال التفاح تيقولوا عليه كيك ديال الجدات، لانها كانوا كيصوبوها من بكري، يعني كانوا معروفين بها، يعني من التقاليد ديالهم وداكشي. بحال المطبخ اللي عندنا في المغرب، يعني كاينين وصفات تقليديه قديمه، وكيتميز بانه هذا الكيك تيجي لذيذ وجميل، زعما المذاق ديالو رائع. فهي قديمه، وصفه قديمه من مطبخ او من الباتيسري الفرنسي. فنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتبعوه معنا حتى الاخر، لانه فيه مقادير سهله وبسيطه، كيجي خفيف ظريف. فبقوا معنا. ولكن قبل ما نبداو ما تنسوش البارطاج، متتبعين ديالنا العزاز، بارطاجيو، لان باش نبقاو نديرو لكم الجديد ونتشجعوا اكثر. ضروري محتاجين الدعم ديالكم فضلا وليس امرا، لان بهذا الدعم ديالكم بالبارطاج واللايكات وازدياد عدد المتابعين غادي نديرو ما احسن. فنتمنى تبارطاجيو، وشكرا لكم وفرجة ممتعة. السلام عليكم متتبعينا الأعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتم مع رمضان؟ كلشي لاباس؟ اليوم جبنا لكم هاد المرة واحد الوصفة ديال كيك بالتفاح، سهلة ماهلة. انتم غتشوفوا المقادير ديالها اللي كتكون من الدقيق الابيض، 3 ديال التفاحات، 3 ديال البيضات، فانيلا، كيس من الفانيلا، 2 أكياس من الخميرة كيميائية، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب. غادي نحتاجو كذلك سكر كلاصي، كاس ديال السنيدة، شويه قبيصه ديال الملحه والقرفه باش غادي نخلطو التفاح. فبقاو معانا. انتم متتبعين ديالنا العزاز، اول حاجه غنبداو بها بطبيعه الحال هو البيض. نديرو البيض ديالنا، نزيدو عليه كيس ديال الفاني، نزيدو عليه كيس ديال السنيده. هاد الفانيلا فيها نسمه بالزهر، فيها واحد الرائحه جميله. نضيفو الزيت، لان كتعطي واحد الطعم لذيذ. ثم نضيفو الحليب ديالنا، 1 كاس. ودابا غادي ننتقلوا نبداو نضيفو في الدقيق. غنديروا الخميره الكيميائيه ديالنا، من الاحسن نخلطوها مع الدقيق. نديرو بشويه بشويه. نضيفو ثاني هاد
نحطو شويه ثم كنضيفو شويه عاوتاني. هانتوما متتبع ديالنا العزاز، مازال محتاجه واحد شويه ديال نزيدو مازال واحد كميه ديال الدقيق. ونخلطو مزيان. هاد الكيكه متتبعين ديالنا العزاز راه صحي لانه كيحتوي على التفاح بالقرفه، يعني ما فيهش شي مكونات اصطناعيه كثيره، كاين فيه التفاح، فاذا غادي يجي لذيذ وزوين، فنتمنى يعجبكم. هانتوما متتبعين ديالنا العزاز، هانتوما شوفوا كيفاش جات. دابا ملي وجد عندنا الخليط غادي نضيفوا مرسوات ديال التفاح، نخلط بالقرفه. الاحسن تستعملوا هذه. غتجي منسمه بالقرفه والتفاح، انا متاكده غادي تعجبكم. هانتوما المتتبعين ديالنا العزاز، هذه هي الطاوله اللي غنديروا فيها، دهناها بالزبده ورشينا شويه دقيق من الفوق، ودابا غادي نكبوا فيها الخليط ديالنا. من بعد ما درنا الخليط ديالنا في المول، دابا غندخلوها للفرن مده تقريبا ساعه الا ربع، فنلتقاو من بعد. ها هي الكيكه ديالنا، نحاولوا نقلبوها. ناخذ شويه سكر كلاصي والسكر كلاصي زائد القرفه، راه كيجي مذاق زوين. دابا نحاولوا نديرو لكم شي مرسو. هانتوما المتتبعين ديالنا العزاز، شوفي كتجي كنتمنى تعجبكم. هذه هي الكيكه ديالنا بالتفاح، كتجي لذيذه وزوينه، فكنتمنى تعجبكم. ونتمنى كما قلت لك تعجبكم هاد الكيكه ديال التفاح. وما تنساوناش اعزائنا المتتبعين بالبارطاج، راه محتاجين الدعم ديالكم، لان القناه درنا فيها عدد من الفيديوهات، ولكن واخا هكاك المشاهدات راه ماشي كثيره بزاف، ففضلا وليس امرا
كنرجو من المتتبعين ديالنا العزاز انهم يساندونا بالدعم والاشتراكات كتار وبالبارطاج، باش هاد القناه تطلع وتزيد لقدام، وما حدكم نتوما كتشجعونا وحنا كنتطوروا وكنديروا ما احسن، ومازال في جعبتنا المزيد. فكنتمنى انكم تبارطاجيو وديروا اللايكات باش يطلعوا لكم الفيديوهات ديالنا، ونضربوا لكم مواعيد في فيديو قادم. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.